بویر اف ام لسر پلاس 103.5 جواجاری قامشلو. بوير عطر الإذاعات. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا ومشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج طبيبك الذي يبث أسبوعيا عبر أثير إذاعة بوير اف ام على الموجة الإذاعية 103.5 يوم الثلاثاء الساعة 6:30 مساء. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الأمراض المتعلقة باللثة والأسنان. لنقاش أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيف الكريم الدكتور جوان تامو، أخصائي بأمراض اللثة وجراحتها. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. شكرا لحضورك معنا اليوم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، هذا البرنامج لكم ولأجلكم. بإمكانكم الانضمام إلينا عبر الهاتف الأرضي 429 101 وأيضا عبر رسائل الواتس على رقم 0938 280 814 وأيضا عبر البث المباشر على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك بوير بريس /عربي. بداية دكتور، هل توجد اختصاصات في طب الأسنان وما هي تلك الاختصاصات؟ لا صراحة طب الأسنان الحديث فيه مجموعة كبيرة من الاختصاصات. هلا نحن بدنا نقول الاختصاصات الرئيسية نعم. اللي بيعاني منها الشعب، العلاجات يعني الرئيسية، صار في لكل مرض صار في له اختصاص. بدنا نحكي الاختصاصات الجراحية، الجراحة التقويمية كاختصاص، الجراحة الفكية كاختصاص، الجراحة اللثوية كاختصاص، زرع الأسنان كاختصاص. بالنسبة للاختصاصات التعويضية نقول أخصائي التيجان والجسور، اختصاصي التعويضات. نقول اختصاصي طب الأسنان التجميلي، وهذا أحدث اختصاص موجود حاليا. نحكي عن الاختصاصات المتعلقة بالعلاجات اليومية بعيادات الأسنان كأخصائي علاجات العصب أو العلاجات اللبية، أخصائي العلاجات المحافظة نقصد فيها الحشوات. في اختصاصي بطب الأسنان الأطفال. في اختصاصي بطب الأسنان التشريحي أو اختصاصي بالأمراض التشريحية أو التشخيصية. حكينا طب الأسنان التقويمي أو الطب الوقائي. في أخصائي تقويم الأسنان. هي بالنسبة للاختصاصات الرئيسية صراحة. لا ممكن أن أكون غفلت عن اختصاص أو اثنين، بس بشكل عام نحن ذكرنا الاختصاصات الرئيسية. هي اختصاصات عديدة طبعا. عدد يعني ما أنا مثل أيام قبل أنه الاختصاصات فقط أنه طبيب الأسنان بيشتغل كل شيء. بالضبط. هذا الشيء التقى بمجتمعنا صراحة، بمجتمع الطبي يعني. بالضبط. فالعلم تطور، الدنيا تطورت كتير. نحن لازم نكون مواكبين للعلم بشكل كبير. فمواكبة العلم يعني التخصص. طبعا هذا الشيء مفيد أكثر. دكتور، رح نحكي شوي عن أمراض اللثة. كيف تعالج أمراض اللثة وما هي تلك الأمراض؟ هلا الأمراض اللثة صراحة تعالج بحسب السبب. نحن بدنا نحكي الأمراض اللثوية صراحة الموضوع كتير واسع، بس بدنا نحكي بشكل مختصر. يعني الأمراض الرئيسية الموجودة باللثة نحن بنسميه الالتهاب اللثوي. الالتهاب اللثوي هو المرحلة الأولى من المرض الأكبر اللي هو أمراض النسج الداعمة للأسنان. الالتهاب اللثوي السبب الرئيسي اللي حصوله هو بدنا نقول اللويحة الجرثومية. بشكل عام إذا بدنا نحكي بالمصطلح العامي هي التكلسات. نعم. التكلسات هي بتتجمع على الأسنان، تتراكم فوق اللثة. المريض أو الشخص ما بيهتم فيها، ما بينظفها، ما بيعالجها. فهي اللثة هي من النوع الحساس، نسيج حساس جدا. اللثة بيصير فيها تراجع، بيصير فيها التهابات.
قلنا هذا السبب الرئيسي. نعم. بس في أمراض تانية، يعني مو كل شيء له سبب هو التكلسات. في أمراض متعلقة بأسباب مناعية. نعم. في أمراض متعلقة بأسباب جرثومية وأسباب فيروسية. ممكن يكون في العلاجات السنية الخاطئة. ممكن الأمراض العامة كالسكري والأمراض القلبية تكون من ضمن الأسباب. ممكن أسباب كيميائية، يعني الأدوية. ممكن لا سمح الله الأمراض السرطانية تكون هي من ضمن الأسباب. الحوادث، ممكن العادات الخاطئة عند الأشخاص. نعم. ممكن أمراض الشدة النفسية. ممكن البدانة. نعم. في عالم بيتفاجئوا لما نحكي نقول البدانة والشدة النفسية هي من ضمن الأسباب اللي بتسوي الأمراض. ممكن نقول الأدوية. نعم. بعض الأدوية، خاصة الأدوية المناعية، الأدوية المتعلقة بموضوع الصرع، الأدوية العصبية، هي بتسوي ضخامات لثوية شديدة. الأدوية مثبطات المناعة اللي عند مرضى الزرع الكلية. وفي أمراض لثوية مجهولة السبب. نعم. دكتور، أنت حكيت عن تراكم التكلس واللي هو السبب الأساسي لحدوث أمراض اللثة. يا ترى شو هي أسباب تراكم الكلس على اللثة؟ هي داخل الجسم أم هي من عوامل خارجية؟ هلا مشان نكون يعني دقيقين، ما في شيء اسمه انه جسمك هو السبب الرئيسي بالتكلسات. هلا ممكن الجسم يكون مساعد، يعني في اشخاص طبيعه اللعاب تبعهم بتكون حمضيه، واشخاص بتكون طبيعه اللعاب تبعهم قلويه. نعم. هلا لما تكون طبيعه اللعاب ما متوافقه ممكن يصير في عندنا تكلسات. الافرازات الغدد اللعابيه الموجوده تحت اللسان، هي الافرازات اللي عم تجي منها فيها معادن. نعم. تمام. هاي المعادن وفيها مواد ممكن تترسب على الأسنان. طبعا الترسب فيه له عوامل، يعني الشخص مثلا لما بياكل الوجبة الغذائية اللي بتخلي انه يصير فيه افراز للعاب. تمام. يعني تناول الأطعمة هي اللي سبب افراز اللعاب. نعم. بيصير فيه تحضير لافراز اللعاب. هلا الشخص بعد ما ياكل الوجبة بيصير في طبقة بيضاء على الأسنان، الطبقة البيضاء. هي الطبقة البيضاء أنت إذا بدك بأطفرك أو بأداة تمسح السن أو نعم. تمسح اللثة بتشوف في طبقة بيضاء. هي الطبقة البيضاء هي في إلى نوعين، هي اللويحة الجرثومية وفي الطبقة البيضاء الخفيفة. يعني نعم. الطبقة البيضاء الخفيفة أو اللويحة بأولتها، هي لما بتكون بأول البداية يعني هي إزالتها كتير سهلة. نعم. وما بتسوي يعني أمراض كبيرة باللثة. بينما لما تكون اللويحة بيصير فيها تراكم، يعني بعد يومين وثلاثة وأربعة الشخص ما بينظف أسنانه بتبلش مرحلة التكلس. طبعا التكلس بس صار في بلش تكلس بهاي الطبقة البيضاء، بيصير في عندنا تجمع للجراثيم. الطبقة الأولى ما عاد تتنظف، بيصير في بعدها طبقة ثانية، طبقة ثالثة، بيصير في تجمع كبير للجراثيم وللتكلسات. هاي التكلسات بقى بتبلش المشاكل اللثوية بتبلش منها. دكتور، أيضا أنت حكيت عن بعض الأدوية اللي ممكن تسبب أمراض اللثة، ممكن تذكر بعض أسماء الأدوية؟ أنا في نوتوئين مثلا. تمام. نعم. لا نحن ما رح نحارب الأدوية صراحة. نعم. الأدوية كل دواء له تأثير جانبي، بس نحن ذكرنا الأدوية الصرع، أدوية المثبطات المناعة بمرضى العلاجات الكلوية. تمام. هاي الأدوية يعني الضخامة الفينوتوئينية هاي ضخامة معروفة جدا. نعم. مريض الصرع ومريض الكلية بيضطر للأسف أنه يضطر يسوي قطع للثة وإزالة الضخامة كل 6 شهور أو كل سنة. طبعا للأسف هلا في بدائل صراحة ما أنا ضمن اختصاصي، يعني نعم. أخصائي الكلية أو أخصائي الأدوية فينا نقول، يعني يمكن عالميا في بوادر بحصول أدوية ما بتسبب هاي الاختلاطات يعني. بس نحن عم نحكي بشكل عام هاي الحالات معروفة. هلا ما رح نظلم الأدوية بتسوي ضخامة. نعم. ولكن إهمال المريض وأهمال الشخص بيساعد إلى زيادة التأثير الجانبي للدواء يعني. نعم. نرجع لموضوع أنه التكلسات بس صار فيها إهمال للمريض صار في تجمع. التجمع يعني صار في التهاب لثوي. الالتهاب اللثوي ما تعالج معناته نحن انتقلنا لمرحلة أكبر من مرحلة الالتهاب اللثوي. نعم. اللي هو التهاب النسج الداعم إلى السن، اللي هو بيشمل اللثة إضافة للعظم
والرباط حول السن. دكتور، نحن هلا شخصنا الامراض او اهم الامراض، طيب كيف ممكن نتعالج من هاي الامراض؟ هلا العلاج اذا كان بالمرحله الاولى موضوع يعني نحن بنحكي مرحله التهاب اللثه. طبعا اذا كان السبب هو اللويحه الجرثوميه، يعني نحن هلا عم نحط موضوع الامراض الاسباب الثانيه عم نحطها على طرف، عم نحكي بس عن السبب لما تكون اللويحه الجرثوميه هي السبب او التكلسات هي السبب. بهي الحالة فقط عملية تقليح اللي هي بالعامية تنظيف الأسنان، بس إزالة هي التكلسات بالمرحلة الأولى وبدون أي علاج دوائي. ما في داعي لأي علاج دوائي، لأنه نحن هيك ملاحظة كتير هامة أنه الأدوية هي ثانوية بالعلاج اللثوي وليست أساسية، بعكس ما هو معروف. أنه الشخص بيعاني من التهاب اللثة بيجي بيراجعنا بالعيادة بيقول دكتور والله أنا استعملت معاجين لثوية وأحسن نوع معجون لثة وعم استعمل مضامض وما عم استفيد شيء، لأنه هي ثانوية بالعلاج. العلاج الأساسي هو التنظيف. هلا لنفترض أنه الشخص ما عالج، صار نحن انتقلنا لمرحلة التهاب النسج الداعمة للسن. بالضبط. التهاب النسج الداعمة على شكلين. في التهاب نسج داعمة واصل لمرحلة جراحية، في التهاب نسج داعمة غير واصل لمرحلة جراحية. لما بيكون عمق الجيب اللثوي اللي هو الفراغ بين اللثة والسن، هذا الفراغ اللي بيتشكل بعد مرحلة التهاب اللثة، إذا كان الجيب عمقه 5 ملي ممكن هذا نحن نعالجه بدون جراحة، نعالجه بالتجريف المغلق. التجريف اللثوي. طبعا كلمة التجريف بس تنذكر الشخص بيخاف. صدقا التجريف اللثوي هو من أسهل العلاجات الموجودة بطب الأسنان، ولكن الكلمة بتخوف يعني. معظم المرضى بس بتقول له تجريف بخاف. نحن بنقول تنظيف أكثر ما أنه تجريف، لأنه هو التجريف عمليا هو عبارة عن عملية تنظيف. هو إزالة التكلسات الموجودة تحت اللثة. بينما التنظيف اللي هو التقليح هو إزالة التكلسات الفوق لثوية. هلا بدنا نحكي عن المرحلة الجراحية اللي لما بتكون أعماق الجيوب من 6 ملي فما فوق، هاي بتكون جراحية حصرا. نحن بنسوي شق جراحي، نكشف السن، نكشف العظم كامل، نسوي تجريف أو تنظيف لكامل النسج والأسنان وبنرجع اللثة لمحلها. طبعا العملية كلها تجميلية بحتة يعني. يعني بعد الشفاء ما بيبين حتى أثر القطب ما بتبين. دكتور، رح نحكي شوي عن عملية زرع الأسنان. ما هي عملية زرع الأسنان وهل لها تأثيرات على الصحة العامة، تأثيرات جانبية؟ هلا زرع الأسنان أنا يعني ما بعرف ليش بنخاف من موضوع الزرع. زرع الأسنان هو وضع برغي من التيتانيوم. طبعا سابقا كان في كذا مادة بتنحط، بس هلا حاليا العلم كامل بيعتمد على التيتانيوم حصرا. التيتانيوم هي مادة تقبلها الحيوي بالجسم عالي جدا، تصل نسبته ل 99%. نسبة تقبل التيتانيوم من الجسم نسبة عالية جدا. تنحط بالجسم بالفك، سواء كان الفك السفلي أو الفك العلوي. يعني نحن كأنك عم تحفر بالحيط، بدك تحط برغي جوات الحيط، في بيور بدك تحطه بالحيط، تمام، وبعدين بينحط البرغي جوات البيور. الزرع نفس المبدأ تماما. تحفر أنت بقبضة جراحية وموتور جراحي، بتحفر بالعظم. طبعا في شروط للحفر، لازم يكون في تبريد، العظم ما بيصير فيه حرق نهائيا، ولازم تكون أبعاد العظم جيدة ومناسبة، ومحور الحفر يكون مناسب. بتحفر بالعظم، بنحط بدنا نقول البرغي، الزرعة، إمبلانت، بتنحط جوات العظم، وبنتركها لفترة. يعني ممكن هاي الفترة تكون 6 أسابيع إلى 6 أشهر، يعني حسب عمر المريض، حسب سماكة العظم، حسب طول العظم، حسب قساوة العظم، كثافة العظم، كلها هي عوامل بتأثر. طبعا بتنحط وبنستنى، وبعد فترة حصول فترة الشفاء بنركب وصلة عليها بنسميها أباتمنت، تتركب فوق البرغي الموجود بالعظم. طبعا لما بتقول للشخص برغي جوات العظم كأنه هو بده يحس فيها، ما بيحس فيها نهائيا. يعني بعد زوال التخدير وحصول الشفاء وكأنه شيء ما مركب، ما بتحس فيه نهائيا، بصير جزء من الجسم، ويعني الالتصاق شديد جدا جدا. يعني ما بيصير فيه مثل ما عم يتخيل الشخص بدي يعض على السن بيصير فيه حركة، لا، إذا في حركة أصلا الزرعة بتفشل يعني. فبعدين بعد تركيب الوصلة بنركب سن فوق الوصلة. طبعا الزرع يعني في أشخاص بيقولوا إنه الزرع بتسوي سرطانات، أو يعني في أمور هيك شائعة يعني. لا، ما في آثار جانبية للزرع نهائيا، إلا إذا كانت طريقة الزرع خاطئة. يعني العفو انه اذا اخطأ الطبيب، نعم، المريض ما التزم بالتعليمات المطلوبة منه،
مريض اموره الصحيه ما أنا مناسبه. يعني مثلا مريض السكري ما فينا نضمن موضوع الزرع عنده، لانه في شيء اسمه مناعه. مريض السكري مناعته ما أنا مثل مريض الشخص الطبيعي. يعني الشخص الطبيعي مناعته بتكون نظاميه، المريض السكري موضوع المناعه عنده بيأثر. مثلا مريض الهشاشه العظميه ما فينا نزرع له، لانه نحن اعتمادنا بالزرع الاساس، يعني الاعتماد الاساسي على العظم. يعني مبدا الزرع هو بيعتمد على العظم والاندماج العظمي. مريض السرطانات ومريض العلاجات بالاشعه والعلاجات الهرمونيه ما فينا نحط لهم زرعات. مرضى الصرع موضوع الزرع شوي بالنسبه لهم شوي مستبعد، لانه في يعني قز كثير على الاسنان وفي ضغط على الاسنان. مرضى الاختلالات العقليه، يعني في امور في حالات نحن يعني بتستبعد. بس الشخص الطبيعي او مثلا مريض الضغط مثلا، مريض الغده، مريض حتى مريض القلب المفتوح، شو المشكله اذا بدك تعطيه تزرع له، ولو انه في بدك تاخذ امور بعين الاعتبار انه عم ياخذ مثبطات للمناعه. هي شوي بتكون حذر فيها، بينما المرضى العاديين فيك يعني تزرع لهم بشكل طبيعي. طبعا العمر كمان بتاخذه بعين الاعتبار، يعني بس مجرد ان كان عمر الشخص فوق 60 سنه او 65 سنه بتاخذه بعين الاعتبار. تحت ال 18 ما بنزرع لحتى يصير في لا نهائيا، لحتى يصير في عندنا اكتمال بالنمو العظمي. يعني يفضل، يعني أنا بشوف بعد ال20 يعني خاصة بالنسبة للصبايا، يعني بعد ال20 بيصير في توازن أكبر بالجسم من جميع النواحي الهرمونية والعظمية بشكل عام. يعني النمو العظمي بيكتمل بشكل كامل، فبفضل الزرع يكون وقتها. يعني طيب دكتور، إمتى بتنصحوا المريض أنه يعمل عملية زرع الأسنان؟ في أي حالة يعني؟ هلا مو بكل الحالات. هلا شخص عمره 20 سنة فقد سن لسبب من الأسباب، حادث، صار في خطأ طبي، صار في شخص ظروفه المادية ما سمحت له أنه يعالج السن واضطر يقلع، وهلا بده أموره صارت ماشية بده يعوض السن. يعني حرام بدي أنا أجي أبرد سنين. عم نحكي شوي بالعامي مشان يكون الكلام مفهوم أكثر. يعني بالضبط. يعني ما عم نحكي كتير علمي. يعني بدي ابرد سنين او بدي اضطر اسحب العصب للسنين كرمال شو؟ كرمال اني احط عوض سن. حرام. حرام. يعني بدك تحط انت زرعه بدون ما تلمس الاسنان المجاوره نهائيا. طبعا في شروط، العظم لازم يكون جيد، محاور الاسنان المجاوره لمنطقه الفقد ما أنا مايله. يعني مريض عنده سنين وعمره 20 سنة وعنده سن مفقود وعنده سنين مجاورات منخورات والنخر واصل للعصب، بيجي أنا بنصحه بالزرع؟ لا. السنين الثانيين رح يتعالجوا، يعني رح ينسحب عصبهم، رح يتلبسوا. ليش بدي اجي ابقى بهالحالة اجي اكلف المريض بزرعة وهو الاستطباب الزرع الاساسي هو المحافظة على الاسنان المجاورة؟ ليش بدي اجي اكلف الشخص هذا؟ مريض عمره مثلا نقول 65 سنة ما عنده اسنان نهائيا وعم يحط البدلة، عنده حساسية على الإكريل، لأنه هاي الإكريل مثلا مادة صنع البدلات، عنده حساسية على الإكريل، ما عندنا خيار غير الزرع بهالحالة. في مرضى ما بيتقبلوا موضوع البدلات، يعني انه صح بشوفها كتير صعبة. للأسف ظروف الحرب، ظروف البلد منعت كتير من الأشخاص انه صار في تهجير انه يسوي علاجات. يعني صار موضوع العلاج السني شيء ثانوي بالنسبة لهم، يعني في أمور صارت أهم عندهم. هدول الأشخاص الحمد لله تحسنت الأمور حاليا، فهي صار العالم جديد انه عم تفكر بصحته بحاله. بيجي بده يجي بيشتغل بالعلاجات السنيه. ممكن بهالحالات نحن موضوع الزرع يكون يعني الخيار المناسب. شخص عمره 40 سنه فقد 5 أسنان، بهالحالات عمره 40 سنه يعني مو معقول اجي احط له طقم، بدنا نزرع له. هذا يعني طبعا العيب الوحيد بموضوع الزرع هو التكلفة المادية. طبعا الحمد لله صار في تحسن كتير كبير بالأسعار الزرعات، يعني ممتاز. يعني من سنتين ولهلا صار في نازل، صار في يعني انخفاض كبير، يعني ممتاز. يعني كبير، يعني فينا نقول أكثر من 50% تقريبا من سعر الزراعات نزل. يعني دكتور، أنا فهمت من حضرتك أنه عملية زرع الأسنان ليس لها تأثيرات جانبية خطيرة على الصحة العامة نهائيا. وهي ليست خطيرة كما هو شائع نهائيا. الزرع ما بيسبب ولا لا له تأثير مرضي، مو مسجل بالأدب الطبي نهائيا. أي حالة زرع سببت سرطانات أو سببت أمراض مناعية بالجسم أو أمراض عامة نهائيا. بس في أمور يعني نحن بناخذها بعين الاعتبار قبل ما نزرع.
شو اللي بده يستفيد منه المريض أكثر؟ نعم. الزرع أو الجسر أو البدلة. نعم. أي وحدة منهم المناسب. بتكون أفضل بالنسبة لهذا الشخص نحن بنسويها بغض النظر نعم. عن أمور المادية. دكتور، رح نرجع لمرحلة الطفولة والرضاعة. ما هو سبب بكاء الطفل الرضيع في مرحلة بزوغ أسنانه؟ هلا البزوغ نحن بيصير في ضغط على اللثة، بس بده يبزغ برعم السن، نعم. بيصير في تشقق باللثة مشان بده يطلع السن. تمام. هذا التشقق بيسوي نوع من الحكة. الطفل الرضيع بيحط بمرحلة البزوغ الأسنان اللبنية بيصير بده يحط كل شيء، شو ما بيشوف بالأرض بده يحطه بتمه. نعم. كنوع من تخفيف الحكة، تخفيف الألم. هذا الشيء بيسوي له إسهالات طبعا. يعني مو إنه الأسنان هي بتسوي الإسهالات، ولكن وضع الأشياء نعم. وضع الأشياء الموجودة بالبيت نعم. ممكن تكون ملوثة داخل الفم تسوي له إسهالات. الألم هذا ناتج عن عملية البزوغ وتشقق اللثة. بيصير في احتقان باللثة. تعرف أنت موضوع الاحتقان سواء كان بالتم أو بالأنف أو بأي موضع بالجسم صار في احتقان دموي نعم. صار في ألم جبالي. يعني الطفل صراحة وما في إنه يعبر عن مشاعره غير بالبكاء. يعني دكتور، شو هي الأعراض اللي ممكن تدل على إنه هالأعراض هي سببها بزوغ الأسنان؟ هلا الحرارة مثلا؟ مثل ما قلت لك، هلا وضع الأشياء داخل الفم. بزوغ الأسنان لا يسبب حرارة نهائيا، ولكن وضع الأشياء في الفم نعم. بيسوي إنتان عام بالجسم. الإنتان العام هو يؤدي إلى رفع الحرارة. طبعا يعني الأعراض الفموية نعم. هي احمرار بمنطقة البزوغ، ممكن انتباج، وأحيانا في شيء اسمه كيس بزوغي بيصير في نوع من الزراق. يعني في مثل كيس مي، نحن بدنا نقول بشكل مبسط كيس مي فوق منطقة البزوغ. يعني عند السن اللي بده يبزغ أحيانا بيكون في كيس مي. هذا الكيس بيعيق البزوغ وبيسوي نوع من الآلام. فنحن بنسوي شق صغير على مستوى مليمات، يعني بنخلي هذا المي الموجود جوا هذا الكيس بيصير فيها تفرغ وبيبزغ السن، بيخفف الآلام كثير بالنسبة للطفل. طيب دكتور، بشكل عام كيف يمكن مساعدة الطفل أو الأهل لتجاوز هذه المرحلة؟ هلا أول شيء الاهتمام بموضوع النظافة خلال مرحلة البزوغ. بالنسبة للأدوية ممكن نحن نعطيه مرهم اسمه بلسم الأسنان الأولى. هذا البلسم فيه ليدوكاين بنسبة منخفضة جدا جدا. يعني الليدوكاين هو عبارة عن مخدر تخدير موضعي، يعني هذا بيخفف الآلام بالنسبة للطفل. وإذا كان في مترافق مع إسهالات أو أمراض تانية ممكن نحن نعطيه صدات حيوية. دكتور، كما هو معروف هناك أمراض مزمنة كالسكري والضغط والقلب المفتوح. طيب دكتور، مرضى هالأمراض كيف يمكن معالجتهم؟ هلا المعالجة بشكل عام بالنسبة لهالأمراض لازم يكون في شيء عندنا شيء وقائي. نعم. الوقائي كيف؟ يعني مثلا مريض القلب المفتوح مثلا، إذا كان هذا المريض خلال مرحلة 6 أشهر من عملية القلب المفتوح يعني إذا سوى العملية ولسه ما صار 6 أشهر للعملية، يمنع منعا باتا العمل له إلا تحت موافقة طبيب أخصائي بالأمراض القلبية وللحالات الإسعافية حصرا وبجو معقم وصارم، خوفا من حدوث التهاب شغاف القلب الإنتاني. تمام. بالنسبة إذا كان أقل من 6 أشهر. إذا كان أكثر من 6 أشهر نحن بنستشير طبيبه. بيصير في تغطية دوائية قبل العمل. التغطية الدوائية عادة بتكون من 2 ل 3 جرام ماكسيسيلين قبل العمل بنصف ساعة. طبعا بنسوي نحن أحيانا إيقاف للمميعات حسب وضع التحاليل المريض يعني وحسب رأي الطبيب المعالج يعني. هلا بالنسبة بشكل عام للأمراض المزمنة يفضل الجلسات تكون صباحية. الجلسات بتكون بوقت قصير، ما تكون جلسات مطولة. إذا حس الطبيب أنه المريض صار في عنده تعب يفضل إيقاف العمل فورا ونحط موعد تاني للمريض بيوم تاني يعني. نعم. دكتور، في عنا الأخت جيهان خليل على البث المباشر عم تقول دكتور قلعت سني سن العقل وأخذت دواء لمدة 10 أيام ووقفت العلاج ولقيت السن ملتهب أو ما فيني أشرب الدواء لوجع المعدة. ما بعرف. هلا عندها حسب الحالة. هلا إذا كان صار في قلع على ضرس العقل، أحيانا ضرس العقل بيكون قلعه صعب، فممكن يصير في رد على العظم الموجود اللي بيحوي السن. فبهالحالة بيصير في شيء اسمه التهاب سنخ. هذا الالتهاب له نوعين، التهاب سنخ جاف والتهاب سنخ رطب. تمام. بهالحالة نحن بنحط قطنة تحوي على مادة دوائية اسمها أكسيد الزنك والأوجينول. بنحطها طبعا داخل منطقة القلع
نعم. هي فيني أقول لك عملها سحري، يعني بتزيل الألم خلال فيني أقول لك دقائق معدودة، بتشيل الألم بشكل كامل. طبعا في نحن بنسوي تجديف لمنطقة القلع قبل ما نحطها. نعم. بنحطها وبنضل بمحلها عدة أيام، بعدين بنشيلها والمريض بيجي بيغني. طيب دكتور، بناء على سؤال الأخت جيهان، ما هو ضرس العقل دكتور؟ لا، هو سمي ضرس العقل لأنه بيبزغ بعمر 18. مشان هيك سمي ضرس العقل، يعني بأن الواحد وقتها بيكون هيك إنه خلص مرحلة المراهقة، بيصير الشخص إنه واعي، فسمي بضرس العقل. في ناس بتنمو عندهم بوقت متأخر شوي. هلا يعني بزوغ ضرس العقل هو بين ال 18 وال 25 سنة. نعم. بس في أشخاص أعمارهم بال60 بتصور أشعة بتشوف ضرس العقل ما بازغ، يعني ممكن يكون ضرس العقل منطمر. هلا في أسباب، يعني لأنه بقاء ضرس العقل منطمر في السبب أحيانا بيكون عظم الفك ضيق، محور الضرس العقل يكون مايل. لما بيكون مايل ما بيطلع ضرس العقل. طبعا ممكن يخرب السن اللي قدامه كمان. لما بيكون مايل بيضغط على السن الأمامي، بيسوي فيه تآكل بالسن. طبعا بهالحالات في لها علاجات. يعني دكتور، هل هو بالفعل مرتبط بالعقل والفهم أم من كما هو معروف؟ ما له علاقة نهائيا. يعني بيجوا أشخاص دكتور والله ماني حاب أقلع وخايف إنه يروح عقلي. هذا شيء إنه كالفكاهة يعني. نعم. ضرس العقل بس سمي بضرس العقل لأنه بال18 عم يبلش يطلع، يعني فوق سن البلوغ. نعم. دكتور، ما هي أهم مشاكل سن أو ضرس العقل؟ هلا مثل ما قلنا لما يكون فك ضيق بيسوي آلام شديدة خلال عملية يعني البزوغ، يعني بيسوي اتواجات نحن بنسميها اتواج ضرس العقل، كتير مؤلم. مش قد ما بياخد أدوية، مش قد ما بياخد أدوية التهاب ما بيستفيد منها. فنحن بهالحالات بنصور أشعة، إذا كان سن أمل البزوغ كتير ضعيف بنضطر للقلع الجراحي أو القلع العادي. إذا كان السن بده يبزغ بنسوي تجديف لمنطقة الالتواج، بننظف وبنغطي دوائيا وبيتحسن وبيبزغ نظامي. نعم. نذكر الأخوة المشاهدين والمستمعين أن اليوم نتحدث عن أهم الأمراض التي تصيب اللثة والأسنان. طبعا ضيفي الدكتور جوان تمو سيجيب على الأسئلة. بإمكانكم الانضمام عبر الهاتف الأرضي 429 101، وأيضا عبر رسائل الواتس على الرقم 0938 280 814، وأيضا عبر البث المباشر على صفحتنا الرسمية bouyerpress/عربي. دكتور، متى يلجأ الطبيب إلى تلبيس السن؟ وهون هي المصيبة، انه تلبيس السن. نعم. هلا تلبيس السن بيلجأ لما تكون الحشوة كتير كبيرة، حشوة السن، يعني المريض الشخص صار في عنده نخر بالسن، عالجه الحشوة كانت كتير كبيرة، يعني مغطية أكثر من يعني 50-60% من السن. بيضطر انه الطبيب يضطر يلبس السن خوفا من انه يصير في كسر بالسن. احيانا بيكون التلبيس لما يكون في كسر بالسن بيضطر يلبس، يعني ما في حلول غير التلبيس. نعم. هذا هو السبب. طبعا ليش قلت لك مصيبة؟ لأنه العلم الحديث يبتعد تماما عن تلبيس السن. شو سبب هذا الشيء دكتور؟ هلا العلم الحديث، طب الأسنان الحديث، الهدف الرئيسي منه هو المحافظة على النسج السنية. بالضبط. يعني بدنا نحافظ على الأسنان. الزرع طلع مشان نحافظ على الأسنان. هلا العلم الحديث، العلاجات الحديثة كلها عم تحكي عن المحافظة على الأسنان، محافظة على نسج السن. السن نفسه في له نسج، هاي النسج بدنا نحافظ عليها. كيف؟ هلا مثلا علاج العصب بدنا نحكي، الطبيب يقول انا عم عالج العصب بدي اضطر لبس السن، لا هذا الحكي ما صحيح. الاجهزه الحديثه بعلاج العصب، الروتري هذا جهاز بعلاج العصب، والميكروسكوب بعلاج العصب، هي الأجهزة الحديثة. طبعا الروتري متوفر هلا بالمحافظة، في كذا طبيب عم يشتغل على الروتري. أنا ما بشتغل علاجات عصب صراحة، فما عندي هذا الجهاز. بس بالنسبة للأطباء زملائنا العامين اللي عم يشتغلوا علاجات عصب، في كذا طبيب جايب الروتري. الميكروسكوب ما متوفر على مستوى سوريا عن طبيبين أو 3. طبعا في يعني أطباء يعني قادرين يشتغلوا على هذا الجهاز. جميل. ولكن للأسف يعني إمكانياتنا العلمية بتسمح لهم. الجهاز شوي غالي والعلاج مكلف بالنسبة للمريض. فشوي موضوع الميكروسكوب بالعلاج اللبي حاليا مستبعد بالمحافظة. العلاجات حتى بالروتري فتحة السن مشان سحب العصب بتكون كتير صغيرة، يعني عم تحافظ تقريبا على معظم السن. فبهالحالة ما انك محتاج تلبس السن، بيكفي انه تحط
بعد العلاج العصب تحط له حشوة نهائية، كانت حشوة أملغم أو حشوة ضوئية بتحطها وانتهى الموضوع. يعني ما في داعي كل سن تسحب عصب وتلبسه إلا إذا كان في كسر بالأساس يعني. نعم. دكتور، بفهم أنه سبب الابتعاد بالطب الأسنان الحديث هو أنه يمكن احتمال تكون في آثار ضرر لعملية تلبيس السن. هلا أكيد هذا الحكي أكيد دقيق. يعني أنت لما بدك تلبس السن بتشيل على الأقل 40% من بنية السن بالضبط. يعني عمليا ما تركت نسج الميناء هو اللي بيحافظ على السن، أنت بتشيل الميناء كامل مع جزء من العاج في سبيل يعني تحافظ على السن. لا، أنت عمليا عم تضر السن، ما عم تحافظ عليه. بس لكن للأسف نحن مضطرين يعني نسوي تلبيسات، لأنه بيجينا المريض يعني هذا عتب على المرضى نفسهم، يعني بيجي بالأساس السن نصه رايح، فكيف بدك تحط شو ما كان نوع الحشوة اللي بدك تحطها راح تكون ضعيفة، بدك تضطر تلبس السن. دكتور، نحن حكينا عن مرحلة الطفولة والرضاعة، نجي للمرحلة اللي قبلها واللي هي مرحلة الحمل لدى المرأة. هل حقا تفقد المرأة سنا مع كل حمل؟ وما هي المشاكل التي من الممكن أن تترافق مع فترة الحمل ومرحلة الرضاعة؟ هلا الحكي كمان موضوع عامي ولكن خاطئ، يعني خطأ شائع جدا أنه كل حمل بيصير فقد للسن، أنه هذا الحكي ما صحيح. المشكلة وين؟ المشكلة أنه عدم توازن هرموني خلال فترة الحمل. يعني بيصير عند المرأة الحامل تثبيط لأنزيم الكولاجيناز. هذا الأنزيم اللي هو بيسوي امتصاص للنسج اللثوية فينا نقول الميتة الكولاجينية. هاي الأنزيمات بتتوقف، فشو بيصير في عنا نوع من الالتهاب اللثوي. هذا الالتهاب إذا ما تعالج بيصير في شيء اسمه ورم حملي، بيصير في ضخامة لثوية. هاي الضخامة تتطور لورم حملي. هذا الورم الحملي ممكن يسوي امتصاصات بالعظم، بيصير في حركة بالسن، بيصير في فقد للسن. نحن كيف بدنا نحافظ هاي الأمور هاي؟ كيف بدنا نتجنبها؟ كون عدم التوازن الهرموني موجود وراح يصير خلال الحمل. العلاج الوقائي بيكون قبل الحمل، يعني قبل حصول الحمل ممكن يصير في علاج للثة، لأنه من شروط حصول الأمراض اللثوية خلال فترة الحمل أو الأمراض السنية بشكل عام أنه يكون في عنا التهاب سابق للحمل. إذا ما في التهاب سابق للحمل ممكن يصير في عنا نزف لثوي خفيف، فينا نقول عنه نزف لثوي كاذب ما حقيقي، يعني التهاب كاذب. بينما الالتهابات الحقيقية اللي بتصير خلال الحمل كلها بسبب الموضوع الهرموني. هلا في أشخاص بيأجلوا العلاجات خلال فترة الحمل، وهذا الشيء يعني ما صحيح. الأشهر المناسبة جدا للعلاج خلال الحمل هو الشهر الرابع والخامس والسادس. هاي الأشهر فينك تسوي حتى جراحة لثوية خلال هاي الفترة. ولكن نحن بنسوي العلاجات الخفيفة مشان الحامل ما تتعب. بس إذا كان في اضطرار للشغل ممكن نحن نشتغل بالأشهر الأولى أو بالأشهر النهائية. يعني هذا الشيء ما بيمنع أنه تقلع مثلا ضرس عقل بالشهر التاسع أو بالشهر الثاني أو بالشهر الثالث، ما بيمنع، ولكن لازم يكون هذا تحت إشراف طبيب النسائية. يعني في عنا دكتور الأخت فريال الشيخ على البث المباشر عم بتقول دكتور معي الالتهابات في اللثة، شو بتنصح دكتور بشكل عام؟ هلا صراحة نحن يعني لازم الحالة تفحص، لأن نحن ما بنعرف لازم ما بنعرف إنه شو سبب الالتهاب. لما بشكل عام نحن كون رح نحكي إنه للعموم بشكل عام الالتهاب اللثوي الدارج أكثر شيء سببه وجود التكلسات. فغالبا هي محتاجة لعملية تنظيف للأسنان. في كمان الأخ عم بيقول مرحبا، كل ما أغسل أسناني بيجي منه دم. أن هذا التهاب لثوي عنده وغالبا عنده كمية تكلسات منيحة تحت لثوية. هلا في أشخاص بيقولوا والله دكتور عم بفحص أسناني ما في عندي تكلسات نهائيا. ممكن تكون تكلسات الفوق لثوية كميتها قليلة، ولكن الموجودة تحت اللثة كميتها كبيرة. فبالحالة بنسوي نحن عملية تجديف بسيطة جدا حتى ممكن تتعالج بجلسة واحدة. يعني بتمنى من الأخ روجان يكون سمعنا منيح لأنه هو صاحب السؤال. دكتور، في احتمال طفل سقط في المدرسة وأصيب بكسر أو بخلع في السن، ما هي احتمالات الضرر لديه وكيف يمكن معالجتها؟ السؤال هذا كتير مهم صراحة. عم يراجعونا الأهالي الأطفال بالمرحلة الصف الأول والثاني عندهم حوادث بالمدرسة. هلا أهم شيء وأهم ملاحظة القطعة المكسورة أو السن المكسور يجيبوه معه، هذا أهم شيء. والسرعة ما يزتوا والسرعة القصوى بالمراجعة خلال نصف ساعة.
هذا أهم شيء. عم نذكر السبب. إذا الطفل إذا السن دائم، السن إذا كان لبني مو مهم، نعم، خلي زت السن ما في مشكلة، وبنقلع السن اللبني كمان إذا كان في ضرر كبير بالسن. بس نحن عم نحكي عن الأسنان، بدنا نحكي عن الأسنان دائمة بس لأنه هي المهمة. نعم. الصف الأول عنده سن دائم بازغ علوي فرضا، وهو أكثر شيء بيتعرض للكسر. الشقفة المكسورة بيجيبوها بيحطوها نقول محرمة تكون مبللة، مو بسبيرتو، مبللة بالماء أو السيروم، يفضل السيروم أو الماء المقطر أو الحليب. تمام. وخلال نصف ساعة. ليش بالضبط هدول دكتور؟ هدول لأنه هدول بيحافظوا على النسج السنية، ما بيخلوا يصير جفاف بالسن. نعم. تمام. بيجيبوها هاي الشقفة إذا كان العصب طفل هذا السن مكسور، العصب ما مكشوف، ممكن نرجع نفس الشقفة نلصقها بالسن بحشوات ومواد معينة. تمام. إذا كان الكسر في كشف للعصب ممكن كمان نرجعها إذا كان خلال نصف ساعة بدون سحب للعصب، وبيرجع العصب والتوعية الدموية بالسن طبيعية. إذا كان أكثر من نصف ساعة أو ساعة كحد أقصى نقول صار في جفاف بالسن، بهالحالة نحن ما فينا نرجع الشقفة. بهالحالة نحن للأسف إذا كان العصب مكشوف نضطر نسحب العصب. هاي بالنسبة لحالات الكسر. بالنسبة لحالات خلع السن، عفوا دكتور، في له تأثير سحب العصب على الطفل شيء؟ طبعا لما يكون الجذر ما مكتمل بقى له طريقة علاج خاصة. إذا كان الجذر مو مكتمل نحن ما بنحط حشوة دائمة نهائية. نحن بنحط حشوة عصب عبارة عن ماءات الكالسيوم، لأنه ماءات الكالسيوم هي بتحرض لاكتمال نمو الجذر، لأنه السن بيبزغ ولكن الجذر ما بيكتمل إلا بعد 3 سنين من عملية البزوغ. بدنا نحكي عن موضوع الخلع. إذا كان في خلع كامل للسن، يعني السن كله طالع لبرا، بيجيبوا السن كمان بنفس الإجراءات ضمن محرمة مبللة بالسيروم أو بالحليب. خلال نصف ساعة ممكن نحن نرجع السن لمحله تماما ونحط جبير على الطفل هذا على أسنانه، بترجع السن بيلتصق مثل السن المجاور، ما بيصير شيء نهائيا، والسن بيضل حيوي، يعني العصب بيضل حي. إذا كان أكثر من نصف ساعة نحن مضطرين نسحب العصب خارج الفم للسن، نسحب العصب للسن وبنرجعه لمحله وبنحط جبيرة. إذا جابوا لنا إياه بعد كم يوم ما راح نستفيد شيء نهائيا. طبعا إذا كان الكسر السن أو جزء منه ضايع كمان ما في فائدة دكتور؟ هلا ممكن بهالحالة إنه ما نرجع إذا جزء من الجذر مكسور، ممكن إذا كان الذروة مكسورة ممكن نحن نسوي علاجات عصب أو هيك. طبعا نحن عم نحكي إذا السن كامل والكسر بالتاج. أحيانا لما يكون كسر بالجذر ما بنستفيد شيء نهائيا، بنضطر نقلع السن والسن للقلع خالص. دكتور، نحن سمعنا كثير عن الحشو. طيب ما هو الفرق بين الحشوة البيضاء والحشوة السوداء؟ ومتى تستخدم كل حشوة؟ هلا الحشوة السوداء نحن بنقول حشوة الأملجم، هي اسمها علميا. نعم. هاي الحشوة تحتوي على الزئبق هو من ضمن المكونات، ومشان هيك هاي الحشوة صراحة استخدامها العالمي تقريبا قل، أو فينا نقول التغى عالميا ببعض الدول، لأنه الزئبق هو من المواد اللي بتسوي اعتلالات عصبية وأمراض عامة وتسممات بالفعل بالجسم، فالتغى تقريبا. طبعا الحشوة نحن في أجهزة تستخدم يعني بتراكيز معينة تستخدم الزئبق، كلها متوفرة في كل العيادات. الحشوة السوداء قوية صراحة. سابقا يعني كنا نضطر نعتمد على الحشوة السوداء لأنه هي كانت كتير قوية. طبعا الحمد لله أنا هاي الحشوة يعني ما أنا موجودة ضمن عيادتي من وقت ما أنا فاتح العيادة، ما حطيتها بعيادتي نهائيا، لأنه صار في شيء اسمه الحشوات البيضاء الهجينة. بديل. الحشوات الهجينة نعم. بتيجي كتير قوية، يعني لا تقل قوة عن الحشوة السوداء. ولكن يعني فرق السعر صراحة شوي. هو أحيانا بيضطر يعني أنه نحط الحشوة السوداء يعني للمرضى، بنحول عند أطباء زملائنا يعني. دكتور، نحن عم نواكب هلا عصر الحداثة والتحديث. دكتور، ما هي توجهات طب الأسنان الحديثة؟ التوجه الرئيسي هو المحافظة على السن. مشان هيك هلا عم يلتغى شيء اسمه تلبيسات. هلا في شيء اسمه فينير لومونير، اللي هي عبارة عن وجوه تجميلية، أو بدنا نقول مشان يفرحوا الصبايا ابتسامة الهوليودية. هلا هي حاليا صراحة للأسف ما كتير متوفرة عنا هون بالقامشلية، وفينا نقول ما متوفرة نهائيا تقريبا. ولكن قريبا إن شاء الله، خلال إن شاء الله، أنا أتوقع بالشهر الثالث أو الرابع رح يصير متوفر عندي بالعيادة. ممكن زملائنا إذا بلشوا هيك على الخفيف يشتغلوا فيها، ولكن صراحة نحن محتاجين لمخابر
بيكونوا بجودة عالية. نعم. في مخابر ولكن لسه المستوى ما وصل للجودة العالية. هلا في تواصل مع أصدقائنا من المخابر هون، إن شاء الله قريبا خلال 2 أو 3 أشهر يصير في مخابر بمستوى وجودة عالية. بدنا نحاول نشتغل الوجوه التجميلية. هاي الوجوه التجميلية التحضير لسطح السن بيكون كتير بسيط، يعني فينا نقول نص ملي التحضير للسن، ما بينسحب العصب. نعم. ما في أي تأثيرات جانبية نهائيا، والجمالية كتير عالية. دكتور بعد إذنك تقدر تعطينا لمحة عن الابتسامة الهوليودية؟ شو هي الابتسامة؟ هي العدسات اللاصقة. هلا كيف في عدسات لاصقة للعيون، هي بتكون عدسات لاصقة للأسنان. طبعا هي بتجي كتير رقيقة، واللون نحن بنختاره حسب رغبة المريض. يعني اللون فينا نحط نحن بياض ثلجي نحن بنسميه، والمعظم بيطلب بياض ثلجي. تحضير كتير خفيف للسن، الصاق قوي وجمالية عالية جدا. بتعرف انت بس نحط الوجه التجميلي، نحن بنتحكم بحجم وشكل السن والتفاصيل التشريحية. يعني صراحة عم نستخدم الكاميرات تصوير ذات جودة عالية مشان تطلع هي التفاصيل الدقيقة جدا على السن. طبعا في إلها كمان شروط، يعني مو كل أي شخص فينا نحط له هي طبعا بمنطقة الفقد، يعني قلع السن ما بتنحط، لازم يكون السن موجود وتقريبا محاور الأسنان تكون متوازية. يعني دكتور ما في حكي إنه يشيلوا إبرة الخدر؟ لأنه هي العائق الأساسي بين مراجعة المريض للدكتور. هلا شوف، مشان أكون صريح معك، الإبرة لا غنى عنها، ما في إلها بدائل. في أجهزة، في جهاز يعني بيعتمد على الضغط الهواء. الرأس بيكون موصول بجهاز هوائي، الإبرة بتجي بشكل حقن سريع جدا، يعني رؤوسها غالية جدا. أنا سألت عن الجهاز صراحة، والجهاز ما له كتير غالي، ولكن الرؤوس غالية وغير متوفرة. يعني ممكن ننقطع منها. يعني بتجي بتدخل المريض قلع السن، فرضا لنفترض أنه بيكلف 1000 ليرة، بدك تيجي تخدر ب5000، ما انه منطقي يعني. فنحن بنضطر نبتعد عن هاي الأمور المانع عملية صراحة. نعم. دكتور في عنا سؤال على الواتساب عم بيقول يعطيكم العافية، ممكن سؤال الدكتور جوان، شو المقصود بالمعالجة الجغرافية للثة ومدى نجاحها في التخلص من مشاكل اللثة الحساسة؟ هلا ما في شيء اسمه معالجة جغرافية، أول مرة بسمع فيها. في شيء اسمه اللسان الجغرافي. اللسان الجغرافي هو مرض، طبعا ما فينا نقول مرض، حتى هو حالة عرض غير معروف السبب. نعم. بيطلع مثل القلاع، بيطلع على اللسان. تمام. بيتغير موضعه من منطقة لمنطقة ضمن اللسان. بيجي مثل خريطة، يعني مشان هيك عم يسموه اللسان الجغرافي. بيصير عند الأطفال، بعض الأطفال. طبعا هو بيستمر مدى الحياة، يعني ما له أي تأثيرات جانبية نهائيا. نعم. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني شو هو كان؟ مدى نجاحها في التخلص من مشاكل اللثة الحساسة. شو هي يعني المعالجة الجغرافية للثة؟ ما في لها ارتباط؟ لا ما له ارتباط. هلا اذا هو بيقصد اجهزه الامواج الفوق صوتيه او ما بعرف، يعني ما السؤال مو كثير واضح صراحه. تمام. دكتور احيانا عم نلاحظ في تشكل تصبغات لونها اسود على الاسنان، شو سببها وكيف ممكن نعالج هالتصبغات؟ التصبغات اذا كانت هي بمرحله من مراحل النخر فهذا يعالج بالحفر والحشي. نعم. بينما إذا كان تصبغات يعني نتيجة التدخين، نتيجة أو الشاي المأكولات أو الشاي، نعم. هي بتتنظف، عملية تنظيف فقط. طبعا طرق التنظيف صار في تطور كتير بموضوع التنظيف يعني. لو بإمكانك الحديث ولو بشكل مختصر عن مرض تسوس الأسنان وكيفية المعالجة دكتور. هلا التسوس لما بيكون التسوس عبارة عن تآكل ببنية السن. التآكل بيصير فيه انخساف للأملاح المعدنية، يعني زوال المعادن من بنية السن. هاي المعادن بيصير بس انشالت من السن، شو بيضل عندنا كأنه قشرة خفيفة. نعم. ومن الداخل فاضية. تمام. مثل البالون، أي ضغط خفيف بيصير فيه كسر. هذا الكسر بيصير فيه حفرة. هاي الحفرة لما بتكون كتير كبيرة وقريبة للعصب أو واصل للعصب تماما بيصير فيه سحب عصب. نعم. هاي نحن بنسميها معالجة لبية. بينما لما تكون خفيفة نحن بنسميها معالجة محافظة. بس في نقطة صغيرة بدي أنا بحاول نتذكرها مشان نحكي فيها عن موضوع تنظيف الأسنان. نعم.
هلا بيشتكوا اشخاص انه موضوع التنظيف انه في عندي حساسيه والم او بيتجنبوا موضوع التنظيف. هذا الشيء سابقا صح كان بيصير نتيجه التنظيف بيصير العنيف، بيصير في ازاله لاجزاء من السن. نعم. حاليا في طرق حديثه، طريق جهاز الامواج الفوق صوتيه هلا حاليا متوفر عند كذا طبيب متوفر. انا جبت كتير جهاز كتير حديث بهذا المجال، وفي عند بعض الاطباء زملائنا كمان اجهزه صوتيه وفوق صوتيه. هذا الجهاز بيشيل كل التكلسات الموجوده والتصبغات الموجوده على الاسنان بوقت وزمن قصير جدا، بجلسه واحده ممكن تاخذ 10 دقائق ما اكثر من هيك، وبدون اي ضرر على السن نهائيا وبدون اي تآكل للسن. في كمان عندنا سؤال من الأخت روجينا عم بتقول دكتور بس خرب السن وبحشي وبده تلبيسه ضروري مشان ما ينكسر. ما بعرف السؤال بالضبط على الواتساب انه بس يخرب السن. نعم، بده تلبيسه ضروري. هلا بس لما تكون الحشوه حجمها كبير كتير اجباري بدها تلبس، بس انه اذا كانت الحشوه صغيره لا ما في داعي للتلبيس. نعم. نعم دكتور، في النهاية ما هي أهم النصائح التي يمكن أن تقدمها للمشاهدين والمستمعين للمحافظة على صحة أسنانهم؟ هلا الأهم شيء موضوع التفريش والاهتمام. نعم. الطفل بس علمته على شغلة رح يضل عليها طول الحياة. هلا نحن رح نوجه النصيحة للأهل مشان أطفالهم. هلا أشخاص ممكن تنصحهم ممكن اليوم يفرشي بكرة ينسى. نعم بس نحن بدنا إياهم يعودوا أولادهم. نحن نحكي عن الجيل الجديد. الجيل الجديد الصغار التفريش ببلش من عمر 3 سنوات وليس من عمر 18 سنة. نعم. تمام. من عمر 3 سنوات بتبلش بالفرشاية، وكمية المعجون بتكون أو بدون معجون فينا نقول، أو إذا بدك تحط يعني بس هيك لمس للفرشاية شوي شوي. بس يكبر لعمر 6 سنوات بتزيد شوي كمية المعجون، بتصير مثل حبة الحمص كمية المعجون الموضوعة. نعم. بس صار شخص قادر انه يغسل ويفرش نظامي بدون اي مساعده، ممكن تكبر كميه المعجون. التفريش بالنسبه للاطفال هو الاهم. عود طفلك على تفريش اسنانه. نعم. هي نصيحه، هي اهم شيء. نعم. لا يسعني في نهايه هذه الحلقه سوى ان اشكر ضيفي الكريم الدكتور جوان تمو، اخصائي بامراض اللثه وجراحتها، على تواجده معنا اليوم. شكرا كثير دكتور. شكرا كثير لكم كمان، واذاعه وير بالفعل هي عطر الاذاعه. شكرا دكتور، وجزيل الشكر لكم اعزائنا المشاهدين والمستمعين، على امل ان نلقاكم في الأسبوع المقبل بخير وعافية. تحية لطاقم العمل المايسترو علاء حسو والبث المباشر شيرين تيلو. من هنا إلى حلقة قادمة، ها أنا محمد عيسى أحييكم وفي أمان الله. راديو بوير اف ام.